السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. في الفيديو ده هنفرز كذا وصفة من الفراخ واللحوم، بتوفر عليكي وقت كبير جدا، وكمان وصفات حلوة هتبقى منجزة معاكي طول الشهر. ان شاء الله هتاكلي لحمة وفراخ طول الشهر. اول حاجة هعملها كفتة الفراخ. عملتها من كام سنة برضو بالحمص وكان طعمها حلو جدا، والحمص مش بيبان فيها خالص. انا عندي مثلا لو عندك صدرين فرخة وعايزة تعمليهم تقسميهم على وصفتين، اول حاجة هاخد صدر فرخة وهعمله كفتة فراخ. جبت بصلاية حوالي نص كوباية من الحمص مسلوق كويس جدا، او ربع كوباية مسلوق كويس جدا ويكون مستوي وتقشريه. وبعد كده جبت بصلاية وعود من البقدونس ونص قرن فلفل، ممكن تضيفي فلفل اخضر على فلفل احمر. وبعد كده حطيتهم في الكبة وهضربهم وانعمهم كويس. كده بعد ما ضربتهم في الكبة هجيب بقى قطعة الفراخ وهبدأ ان انا اخد قطع الفراخ على الخليط اللي انا عملته واقلبهم مع بعض في الكبة تاني. انا عايزة الخليط بتاع الكفتة يكون ناعم. هضيف بقى توم باودر وبصل باودر، ده كان كاري وكركم، بهارات الفراخ، يعني انتوا عارفين الفراخ بتحب البهارات. وكمان هظبط الملح بتاعها ورشة من الجنزبيل والفلفل الاسود والكمون والكزبرة، كل البهارات اللي انت بتحبيها ضيفيها كده. يعني البهارات بتبقى مفيدة برضو بس ما تكتريش قوي، يعني ايه نسب معقولة كده. وضفت كاري، الفراخ بتحب الكاري والكركم، وانا بحب بصراحة اضيف الكاري جدا على الفراخ. يعني الكاري من التوابل اللي هي الهندية. وحطيت كمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر، بيخلي كده الكفتة هشة معاكي وما تبقاش مكتومة. هقلب ده كله مع بعض بقى، هقلب الكفتة كلها مع بعض وادخلها التلاجة شوية علشان لما اجي اصبعها تكون متماسكة معايا وما تلزقش في ايدي واعرف اصبعها. هنعمل كمان وصفتين من الفراخ. بصوا انا ضفت هنا هتضيفي معلقة كده صغيرة من النشا، معلقة كبيرة من النشا، ومعلقة من البقسماط. ماشي، بليت ايدي يعني دهنت ايدي زيت وعملت على الكفتة كده علشان ايه بتبقى يعني متماسكة كده من فوق، ما تبقاش تلزق في ايدي. هعمل بقى ايه اصابع فراخ كده اللي هي المقرمشة دي او ستريبس. هجبت شوية من اللبن وحطيت عليهم بيضة. هضيف شوية من الخل، معلقة كده صغيرة على اللبن والبيض، وهضيف شوية من الملح، وهبدأ ان انا اضيف البهارات او التوابل اللي انا هستخدمها على اصابع الستريبس. هي بهارات الفراخ اللي انا بستخدمها على كل وصفات الفراخ، وهنحط كمان عليهم عصرة من الليمون. حطيت بابريكا وحطيت كاري والكركم وبرده توم باودر وبصل باودر. التوم الباودر والبصل الباودر هو اللي بيديكي نفس الطعم الفراخ اللي بتبقى جاهزة بره، بس انتي طبعا عاملاها في البيت يعني بنظافة وحاجة حلوة يعني. هضيف بقى كده على المكونات دي كلها معلقة كبيرة من الدقيق، اقلبهم مع بعض كويس جدا. اتوه كده الدقيق فيها. طبعا انا كنت غاسلة الفراخ، انا بعمل محلول نقع للفراخ، دقيق وملح وليمون، وبسيبهم يتنقعوا شوية. جبت بقى اصابع الدجاج بتاعتي وضفتها على الخليط اللي احنا عملناه، وهسيبهم بقى يعني ممكن تسيبهم حوالي 3 ساعات كده او 4 ساعات يعني، او ساعتين حسب ما انتي مستعجلة او وقتك. هسيبهم يشربوا من التتبيلة دي. ماشي، كان بقى عندي بقى ايه يعني ايه شوية فراخ كده صغيرين، ممكن نبقى نعمل بيهم صينية فراخ، صينية مكرونة بالبشاميل، او تعملي بيهم اي وصفة او حواوشي. هبقى اعملها معاكم برضو اقول لكم انا عملتها ايه. بس دي كانت حتت صغيرة كده متبقية من الصدور، او ممكن يكون كان ربع صدر متبقى عندك هتعمليه كده. يبقى احنا كده عملنا 3 وصفات من الفراخ. وعملت معاكم قبل كده في الفيديوهات التانية خليت معاكم اوراق الدجاج اللي هي آه، الحمام الكداب، يعني عملتها معاكم وخليتها وتبلتها وعينتها في الفريزر، وان شاء الله وقت ما اجي اعملها هصورها معاكم برضو. طلعت بقى الكفتة وهبدأ ان انا اصبعها. هتدهيني ايدك زيت، جبت كده علبة او طبق او اي حاجة عندك او طبق فويل. انت بقى ايه هتدهيني ايدك زيت، وانت اللي هتتحكمي في حجم صباع الكفتة اللي انت عايزاه. عايزاه صوابع يعني تبقى متوسطة كده، عايزاها كده، عايزاها طويلة، عايزاها متوسطة، زي ما انت حابة، انت اللي هتتحكمي في حجمها. بين كل رق ورق
بضيف كده يعني ايه حتة كيسة كده علشان ما تلزقش في بعضها. هنعمل بقى ايه الستريبس. جبت بقسماط او دقيق، ممكن تعمليها في دقيق بس انا بحب اضيف الحاجات دي. هتجيبي كده شوية دقيق على شوية بقسماط اللي هو اللي بيبقى مجروش شوية كده اللي بيدي قرمشة، وشوية من النشا، وبتبهري برضو الدقيق اللي هتعملي فيه. بجيب بقى قطعة من قطع الفراخ دي على البقسماط. وبعد كده برضو عملتها زي ما عملت الكفتة، كل راق ما بينه كيس وبدخلهم الفريزر. كده عملنا 3 وصفات من الفراخ. تعالوا بقى نشوف اللحوم جبت ايه. ده حوالي ممكن تجيبي ربع كيلو من الكبدة. حطيت عليهم كده شوية من معلقة صغيرة كده من الثوم المفروم على فلفل اخضر، وحطهم في الفريزر. ده كان مش فاكرة كان كيلو الا ربع من اللحمة المفرومة او كيلو لحمة مفرومة. كيلو لحمة مفرومة هقسمهم على كذا حاجة. ماشي. جبت اكياس تلاجة كنت جايباها معاكم في المشتريات، واقول لكم هنقسمها ازاي. انا كل مرة كنت مثلا ايه بعمل الفراخ دي، اللحمة قصدي. انا عملت معاكم وصفة عملت معاكم كفتة قبل كده، وعملت معاكم برضو من اللحمة المفرومة عملنا مكرونة بالبشاميل باللحمة المفرومة. وممكن تعملي الاكياس دي اللي انا هقسمها بقى. هتقسمي منها ايه؟ ممكن تطلعي كيس مرة تعملي منه كفتة، وكيس مرة تعملي منه حواوشي، وممكن تعملي تعصجي شوية وتعملي منهم مكرونة بشاميل او اي حاجة انت حباها، او ممكن تعملي برجر زي ما تحبي. ده برضو كان كيلو تقريبا، يعني جبت كيلو مفروم وكيلو قطع كبيرة كده. ممكن تقسمي القطع دي، انا هقسمهم مثلا على كيسين. ممكن تعملي منه 3 اكياس، وتعملي كيس كده فيه قطع صغيرة اللي هتبقى معاكي كباب حلة. كل ست بيت طبعا بتبقى عارفة ماشية بيتها ازاي. عملت معاكم من اللحمة المفرومة برضو، عملت كفتة برز. عملتها معاكم من فيديوهين، قلت لكم ان انا برضو بحب افرزها في التلاجة. يعني اللحمة المفرومة ليها وصفات كتير جدا. ممكن تطلعي كيس من ده تعملي بيه مثلا بامية، تعملي تسلقي منه، تعملي طبيخ زي ما انت حابه. كده قسمت معاكم بقى. شوفوا بقى يعني ايه اللحمة المفرومة دي ممكن تعملي منها كل كيس ربع كده، وانت بقى بتضاعفي الكمية بالبصل وكده. يعني ما تيجي تعملي كفتة انا عملتها معاكم، يعني لو حابين ان انتوا تشوفوا وصفة الكفتة اللي انا عملتها على القناة برضو من اجمل وصفات الكفتة اللي انا عملتها. هفرد بقى الاكياس كده واظبطها. ممكن تعملي حواوشي بعجين. هتكتري فيه نسبة البصل، يعني لو ربع كيلو لحمة مفروم ممكن تحطي عليهم بصلتين كبار كده مع قرن فلفل اخضر كبير زي ما انت حابة. بالتقسيمة دي هتاكلي ان شاء الله باذن الله يعني طول الشهر لحمة. انت هتجيبي على قدك طبعا. ممكن تجيبي نص كيلو لحمة مفرومة مع نص كيلو من اللي هي القطعة دي. بصي كل ست بيت عارفة ماشية نفسها ازاي. وكمان الفرخة دي اللي انا كنت متبلاها معاكم برضو، اللي هي فرخة سليمة، عملتها معاكم برضو. فحاولي يعني كل واحدة بتحاول كده تمشي نفسها على قدها، وبتبقي مقسمة. برضو جبت ايه سمك، نضفت السمك كويس جدا بالدقيق والملح كده، وهعصر بقى عليه ليمون واتبله. يعني انت ممكن تعملي يعني مرة في الاسبوع سمك، مرة لحمة ومرة فراخ، ومرة يعني اكلات بقى اقتصادية. ودلوقتي كل حاجة بقت غالية فعلا يعني. الله يكون في عون الناس بجد. ممكن تعملي يوم اكل شعبي، ممكن تعملي كشري في يوم. يعني ربنا يعينكم بجد ويرزقكم يا رب برزق اولادكم، ويشبعكم جميعا يا رب. كل حاجة بقت غالية بجد، الله يكون في عون الناس. هتبل بقى السمك، عصرت عليه ليمون وحطيت توم وكمون وكزبرة، وظبطت الملح بتاعه. وهبدأ ان انا ايه احشي برضو السمك كده. خلي بالكم التفريزات من الحاجات اللي انا بحبها جدا. ممكن يجي عليكي وقت تبقي تعبانة مش قادرة تعملي اكل، او جاية من بره من مشوار، هتطلعي الحاجة من الفريزر على التسوية على طول. فبصراحة التفريزات دي من اجمل الحاجات اللي انا جربتها من سنين، وكانت بتنفع معايا بجد. وبخزن البصل برضو. على فكرة يا جماعة انا عايزة اقولكم على حاجة، دي تالت مرة ان انا اعمل قناة. انا عملت مرتين، يعني كل ما اعمل قناة مش عارفة ايه اللي بيخليني اقفلها وامسح الفيديوهات كلها. مش عارفة بصراحة يعني. فايه ربنا يثبت قدامي في القناة دي ان شاء الله. جبت بقى طبق فويل، وهبدأ ان انا ايه ممكن السمك ده يعني ممكن تعملي سمكتين على كل مرة حسب افراد، يعني عدد افراد اسرتك. انتي بتعملي حسب افراد الاسرة. ممكن تجيبي سمك مكاريل وتعملي صينية في يوم. تعالوا كمان بقى شوفوا الوصفة الجميلة دي. هنعمل رول اللحمة. رول اللحمة ده حلو جدا. معايا بصل وفلفل احمر وتوم. هتاخدي مثلا ربع كيلو من اللحمة اللي احنا عملناه ده. عايزة تضاعفي الكمية ممكن تضيفي حمص.
ممكن تزودي بصل حسب ما انتي حابه. هضرب الخضار ده في الكبه، وبعد كده اهو، وبعد كده هضيف اللحمه عليه شويه بشويه، وهرجع ان انا افرمهم مع بعض تاني. يبقى ضربت هنا، جبت بصلايه كبيره وعليها نص قرن فلفل احمر. عايزه تضيفي فلفل اخضر عادي، بس الفلفل الاحمر يعني اداها لون حلو كده وطعم حلو، وفص توم. رول اللحمه ده بيعمل معاكي كميه حلوه. انت بقى شوفي انت بقى اولادك بيحبوا ايه، او انت بتحبي تعملي ايه. المهم ان انت الوصفه اللي هتوفر معاكي فعلا اعمليها. يعني اللحمه المفرومه برضو والله من الحاجات الموفره جدا. كنت هنا بفكركم بشرب الميه، مش عارفه انا بقيت كل فيديو اقول لكم اشربوا ميه كتير. كوبايه الميه كده حطها جنبك على طول عشان ما تنسيش. ضربتهم بقى في الكبة كده. كمية اللحمة اللي تبقى مفرومة، يعني ربع كيلو لحمة مفرومة، لما بتزوديله البصل والفلفل الأخضر وتزوديله حاجات كده بيعمل معاكي كمية حلوة. يعني بيدي معاكي كمية حلوة في الحاجات الموفرة دي. تعالوا بقى نشوف البهارات اللي هضيفها. بابريكا عشان تديله كده لون أحمر وحلو، وفلفل أسود، وتوم باودر وبصل باودر، وهظبط الملح. هيعمل معاكي كده رول محترم. بس اهم حاجة في الرول ده انه يدخل التلاجة لما تكوني هتعمليه. تحطيه في التلاجة النهاردة وتطلعيه بكرة يتعمل، علشان يعني يكون ماسك نفسه، وتقطعيه رفيع كده ويعمل معاكي كمية، يعمل معاكي سندوتشات كتير ما شاء الله. بس انا عملته في نفس اليوم لاني كنت مستعجلة، وكنت هعمله فعلا سندوتشات، وهعمله معاكم برضو سندوتشات في الفيديو، لاني ما كانش فيه مثلا حاجة هتتعمل، فانا قلت هعمل لهم سندوتشات كده، حاجة سريعة. وبرضو السندوتشات بتشبع الولاد، يعني من العيش مشبع. حطيت عليهم معلقة نشا علشان يمسك كده خليط اللحمة، وجبت رول ستريتش كده، وهنزل باللحمة على الرول ده والفه بقى كده كويس. عارفين يعني كأنك بتعملي لانشون كده بالظبط. بس طبعا دي مش مقادير، دي مقادير اللانشون. ممكن تعملي لانشون كده، بس هنضيف له بقى بيض وحاجات تانية. هظبط بقى الرول، واحاول كده ان انا اخليه رول كده منتظم. حاولي تخليه كده متماسك. يعني بصراحة بقت حيرة، الناس كلها بقت تحتار كل يوم في الأكل. بصراحة يعني حيرة جدا، هنعمل ايه؟ الولاد بيحبوا ايه ومش بيحبوا ايه؟ حاولي تعملي الأكل طبعا اللي الولاد بيحبوه وبيحبوا ياكلوه. يعني شوفي الولاد بيحبوا ايه وتعملي طبعا، لاني لو انت عملتي اكل العيال مش بتحبه فمش هيتاكل، فحرام. فطبعا لازم كده تاخدي رأي ولادك في كل حاجة. جبت بقى، قطعت كده، جبت طاسة دهنتها زيت. انا كنت مستعجله على الرول، سيبيه ياخد وقته كده في الفريزر. بصراحه كان طعمه حلو، عجب الولاد جدا. سندوتشات حلوه، اكله موفره برضو. بنحاول كده يعني نديكوا افكار عشان يعني توفروا كده مع غلاء الاسعار ده. يعني انا عارفه ان كيلو اللحمه في مصر دلوقتي بقى غالي جدا بجد، ربنا يعينكم يعني. فحاولي توفري في اي حاجه يعني. انا عارفه ان في ناس بتبقى ماشيه طبعا على قدها يعني. الله يعينكم بجد. قليت بقى شوية من البطاطس كده، وكده جبت العيش اهو. لو عندك بقى كاتشب او مايونيز، لو مش عندك خالص عادي. لو عندك فينو ممكن تعملي في الفينو. هعمل لهم بقى كده اكنها سندوتشات شاورما كده سريعة في البيت. يبقى تقسيمات اللحمة والفراخ دي يعني منقذة، هتبقى معاكي كده في الفريزر. يعني انا عاملة الفيديو دوت من فترة، يعني مش من فترة كبيرة، بقاله كام يعني اسبوع تقريبا. وطبعا يعني انا الفترة كده، يعني الفترة دي كده عندي كسل من تنزيل الفيديوهات يعني. هو الصيف بيبقى دخول الصيف كده، بيقولوا الفترة دي عليها بيبقى كل الناس عندها وخم وكسل كده، يعني مش انا لوحدي. هنعمل بقى السندوتشات كده، وهاخدها على التوستر، وكأنها كأنها شاورما يعني. يا رب يكون الفيديو عجبكم والافكار عجبتكم، وان شاء الله باذن الله تستنوني في افكار جديدة، يعني افكار حلوة كتير ان شاء الله. كفتة الفراخ دي من الحاجات اللي طعمها حلو قوي. على فكرة لو ضفتوا بطاطس طعمها بيبان يعني، وبيغير شوية في طعم اللحمة وطعم الفراخ. بس الحمص بقى هيدي ويزود القيمة الغذائية، وطعمه مش بيغير خالص. لان الحمص بروتين، يعني بروتين نباتي مفيد جدا جدا يعني. من الوقت للتاني كده تخليه موجود عندك وتأكلي ولادك منه الحمص ده. حتى لو غالي يعني، انت ممكن تجيبي ربع كيلو في الشهر مش هيفرق معاكي.
يعني انت لما تيجي تشتري حاجاتك وكده هاتي الحاجة اللي انت تستفادي منها، الحاجة اللي هتفيد ولادك هي اللي انت تشتريها. مش هنشتري حاجات وخلاص ان هي تبقى كماليات، لأ. يعني ما نصحش في حاجات قوي كتير ما فلوسها مش يعني حرام نشتريها. الكاتشب ده انا ممكن اجيب ازازة كاتشب كل 3 شهور مرة، يعني مش على طول برضو، مش من الحاجات اللي انا بحب اشتريها. ساعات ممكن اعمله في البيت. المايونيز ممكن اجيب برطمان مايونيز يعني كل شهرين او 3 شهور. مش الحاجات دي مش اساسية عندي بصراحة يعني، مش اساسية خالص. فممكن تجيب الحاجة وتبقى يعني ايه برضو عشان الولاد يحسوا ان هم اكلوا، يعني الحاجات دي بتدي طعم سندوتشات بره، انا عايزة اوصل للطعم اللي بره عشان ولادي يحبوا الاكل اللي في البيت. فمن وقت للتاني بنحاول نغير وتجيبي حاجات كده تديهم طعم الاكل اللي بره عشان برضو ما يملوش ويزهقوا. وربنا يعيننا كلنا ويعين كل ام على اولادها يا رب، وربنا يهديهم. ادعوا لولادكم كتير قوي، ادعوا لهم وانتوا بتصلوا. آم، ادعوا لهم في كل وقت ربنا يهديهم ويعينهم على الزمن اللي هم فيه. عارفين يعني الاطفال في الفتره دي بيصعبوا جدا عليا، لان احنا لنا ذكريات طفوله، هم ملهمش ذكريات يعني. هما نصيبهم كده بجد، يعني جيل النت بقى والفترة دي. الله يعينهم بجد، الله يعين الأطفال الفترة دي ويهديهم يا رب، ربنا يهديهم. كده بقى خلصنا السندوتشات وقسمتها كده. استنوني فيديو جديد ان شاء الله وافكار جديدة. يا رب يكون الفيديو عجبكم. دمتم في رعاية الله وحفظه وامانه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.